السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نكمل معكم بحل الأمثلة المحلولة عن درس القاسم المشترك الأكبر. نحن سابقا خلصنا النظري تبعه وحطينا مثالين فقط حليناهم، مرة بطريقة الطرح المتتالي ومرة القسمة المتتالية. هلا هذا الدرس فيه 3 أمثلة محلولة راح نحلهم كلهم بهذا المقطع، ونخلي الفيديو تاني لحل اختبر نفسك وتدرب. عندي المثال الأول المحلول، مثال محلول عم يقول لي جد القاسم المشترك الأكبر ل 693 و 154. هو كاتب لي بالطرح المتتالي فقط، ولكن أنا رح حله بالطريقتين. شو اتفقنا بنعمل؟ نكتب كبير صغير ناتج هي هون نفس اللي حاطة بالكتاب A B A ناقص B، نفسها ما بتختلف شي. أنا مشان تكتب هيك مشان ما تخربط. يا كريم، شو قلنا لكم؟ بتطرح عمودي، ما بتطرح بذهنك 693 ناقص 154 قديش؟ هلا هون ما بتصير بدها تتدين، بتصير 13 وهون 8. قديش فيها 9 وهون 3، لأنه 8 ناقص 5 3 5. قلنا الكبير بنحطه عند الكبير، وهون 154 عند الصغير. قديش صار الناتج؟ 539. يلا بنفرض 539 154 بتتم مكانها، نطرح كمان 139 ناقص 154 اطراح. قديش تم هون؟ 5. هون ما بتزبط، هون بتصير 4 وهون 13. قديش تم؟ 8. 4 ناقص 1 3، ف385. تمام. منفرض هلا مين الكبير؟ 385. مين الصغير؟ 154 كمان. يلا كمل طرح، حط 154. قديش زاد؟ 5 ناقص 4 1، 8 ناقص 5 3، 3 ناقص 1 2، 231. يلا بنفرز 231 لعند الكبير و154 بتم مكانه. هلا بنكمل. قديش؟ 154. هلا هاد ما عاد يزبط، بده يختلف، صار 11 هون 2. 11 قيم منا 4، لنفرض 10 قيم 4 6، حط 1 7. هون ما بتزبط، بدها تصير 5. شو بتم؟ 12 ناقص 5 7، 1 ناقص 1 0، 77. يلا فروز، مين الكبير ومين الصغير؟ 77 شو الصغير، و154 الكبير. صار 154 وهون 77. مية ايه. هلا هون ما عاد تمشي حالها. 154 ناقص 77، هون ما بتزبط، هاي بدها تصير 4 وهون 14. شو بزيد؟ 7 و14. هلا هدول 2 ناقص 7 7، شو صفى؟ 77. تمام. هلا بين شو هو الجي سي دي. هلا هون صار نفس الشي، 77 77. شو طرحهم؟ صفر. معناته جي سي دي لل 693 و 154 هو قديش؟ يساوي 77. هاي بطريقة شو؟ الطرح، خوارزمية الطرح المتتالي. خوارزمية الطرح المتتالي. راح نروح على التمرين الثاني، راح نحله بخوارزمية الطرح المتتالي كمان. شو عاطيني؟ عاطيني الA تساوي 175، الB تساوي 380. أوجد القاسم المشترك الأكبر. وهل عم يقلك هل هو أولي ولا مانو أولي؟ يلا مثل ما كنا، كبير ما بتفرق التسمية، المهم بدك تميز لي مين الكبير وين تحط كل عدد بأي خانة. كبير صغير ناتج. تمام. يلا مين الكبير؟ 380. مين الصغير؟ 175. مظبوط.
طرح على جنب 380 ناقص 175. هون ما بتزبط، هاي بدها تصير 7 وهون 10. قديش صفى؟ 5. 7 ناقص 7 صفر، إذا 205. يلا فروز، مين الكبير؟ 205 طبعا. مين الصغير؟ 175. 205 ناقص 175 قديش؟ هون صفر، هون ما بتصير، بدها تتدين، هون 1 3، وهون بيروح مع بعض، صفى 30. فروز معناتها 175 عند الكبير و30 عند الصغير. هون بي، هون ناقص بي. يلا 175 ناقص 30، هون بتنزل 5، هون 4 وهون 1، 145. إذا منرد منحط 145 عند الكبير، 30 عند الصغير. 145 ناقص 30 قديش؟ هون 5، هون 1 وهون 1، 115. بنكمل. ايه 115 30، هون ما بنعرف، حط 30. 5 قديش؟ 11 ناقص 3، إذا قلنا 11 لنعتبرها 10، 7 8، معناتها 85. أنا عم بمشي معك إنه عم علمك كيف تفكر بالطريقة. المهم 85 عند الكبير، 30 مكانه. 85 ناقص 30، هون بتنزل 5 وهون 5، قديش صفى؟ 55. 55 عند الكبير، 30 عند الصغير. 55 هون ناقص 30، 5 2، قديش تم؟ 25. هلا هون بظن ما عاد بدي عمليات. 30 ناقص 25، 30 ناقص 25 5. يلا مين الكبير؟ 25 ناقص 5 قديش؟ 20. 20 ناقص 5، لأنه هاد الكبير هون مكانه، قديه بصفي؟ 15. المهم 15 ناقص 5 قديش بتم؟ 10. 10 هون، 5 مكانها، قديش بتم؟ 5. 5 وفي 5 هون مكانها، قديش؟ صفر. معناتها شو هو الجي سي دي؟ الجي سي دي للعددين شو هن؟ 693 و 154 شو يساوي؟ 5. هاي التمرين الثاني بالأمثلة المحلولة. بنفسه هذا التمرين كمان حاطط نفسه. هلا هدول شو صحيح؟ عم يقول لك هل هن أوليين ولا لا؟ شو طلع الجي سي دي؟ 5. لو طالع 1 أوليين، فما طلع 1، معناته شو هدول؟ ليس أوليين، غير أوليين، يعني علل له. يلا التمرين الثاني. كبير صغير ناتج. قديش الأرقام عاطيني هون؟ ال مدري البي ما أتذكر، كان 55. ال تساوي 39. يلا مين الكبير؟ 55 ولا 39؟ 55. مين الصغير؟ 39. هدول التمارين صفحة 11. أنا عندي عندي الكتاب PDF على الموبايل، ففتحت عم بشوف ولا طلعولي الصفحة 11، فما بعرف شو عندكم ترتيب الصفحات. يلا مثل ما اتفقنا 55 ناقص 39 تمشي الحال؟ لا، هون 15 وهون 4. قديش 15 ناقص 9؟ اعتبروا التسعة 10. 10 ناقص 15 5، في 1 معناته 6. هون 1 قديش صفى؟ 16. 39 ناقص 16 من نحط هون 39 ناقص 16 قديش تم؟ 3 2 23. 23 هون و16 هون، لأنه 23 أكبر. 23 ناقص 16 قديش؟ هلا هون ما بتمشي الحال، 13 وهون 1، قديش بتم؟ 7. هاي 7.
13 ناقص 6 لأنه 7. هون 16 وهون 7. إذا 16 ناقص 7 قديش؟ ما بدها هي دغري احسبها 9. هاي 9. 9 ناقص 7 قديش بتم؟ 2. 7 ناقص 2 5. 5 هون 2 هون. 5 ناقص 2 3. 3 هون 2 هون. 3 ناقص 2 1. مين أكبر 2 ولا الواحد؟ 2. معناته 2 هون الواحد هون. قديش 2 ناقص 1؟ 1. 1 وواحد. 1 ناقص 1 0. شو طلع معي؟ جي سي دي لا 55 و39 يساوي الواحد. معناتها شو؟ العددان أوليان فيما بينهما. ليش أوليان؟ لأنه جي سي دي واحد، اتفقنا. بس كان الجي سي دي واحد معناتها العددين أوليين. التمرين الأخير اللي عاطينا إياه راح نكتب كبير اللي هو A، صغير B ناتج A ناقص B. يعني هلا هو إذا أعطاك مثلا بتمرين مسمي لك مثلا البي 500 والآ 200، فبتحط الكبير B والصغير A. عرفت شلون؟ هو نفس الشي، يعني سواء سمالك يا ولا ما سما، أنت الكبير بدك تحطه وتطرحه من الصغير. شو عطاني العددين؟ هن 512. A تساوي 512 والB تساوي 224. هلا هون بهدول الأمثلة المحلولة، هذا السؤال الثالث من مثال محلول عم يقول لي إنه حلها بالقسمة من خوارزمية القسمة، ولكن أنا رح حلها بالطريقتين عشان أنت تشوف وين بدك بتحل، تصير عندك خبرة بالطريقتين. كل الأمثلة حتى والمثالين بده بس خوارزمية طرح، ولكن كمان رح حلها بالطريقتين. هلا مين الكبير؟ 512. مين الصغير؟ 224. يلا طرح 512 ناقص 224. هون ما بتزبط، بدها تستلف. هون صارت 0، هون 10، هون 4. استلاف بظن كله بيعرف، عليك عم بستعجل. 12 ناقص 4 8. 10 ناقص 2 كمان 8. 4 ناقص 2 2. 288. يلا مين الكبير؟ 288 ناقص 224. 288 ناقص 224 طرح. 8 ناقص 4 4. 8 ناقص 2 6. 2 ناقص 2 0. هون 64. يلا مين أكبر؟ 224. قديش هون؟ 64. يلا 224 ناقص 64. هون 0. هون ما بتزبط، دين 1 وهون بتم 1. معناتها 12 ناقص 6 6. والواحد تنزل مثل ما هي 160. هلا مين الأكبر؟ هاد ولا هاد؟ 160 لهون 64 مكانه. 160 لهون 64 مكانه. يلا 160 ناقص 64. الصفر ما بيمشي الحال، بدها تتدين. وهون 5. 10 ناقص 4 6. 15 ناقص 6 9. 96. منكمل 96 هون 64 هون. هلا بنحط تحتها ناقص 64. 6 ناقص 4 2. 9 ناقص 6 3. 32. يلا 64 ناقص 32 32. ليش؟ لأنه 64 هي نص ال 32، فلهيك 32. ما بدها عملية حسابية. 32 ناقص 32 صفر. معناتها الجي سي دي قديش العددين؟ 512 وال224 يساوي 32. تمام. هدول الأمثلة المحلولة هامة جدا، هامة كتير، يعني بيطلعوا منها. هذا كتير متوقع سؤال بالامتحان. ليش؟ بيعتبروا كل الطلاب بيعرفوه، لأن المثال مثال محلول لازم تحله. بيقولوا لك تدرب، ما بيركزوا عليه قد الأمثلة المحلولة، لأن تدرب ممكن
يخطي الأستاذ شي تمرين. أما الأمثلة المحلولة بيقولولك أنت خطاها ولا لا، محلولة عند الطالب هاي. فركزوا على تمارين الأمثلة المحلولة، وأنا إن شاء الله كل شي أمثلة محلولة رح صير حلها. هلا بهذا الدرس عنا 3، بدرس الأول كان في 4 حليناهن، بهذا الدرس 3. هلا هاي حليناهن على طريقة الطرح، هلا رح نحلن على طريقة القسمة. هلا المثال الأول حليناه نحنا وين؟ على الطرح. هلا بدنا نحله على القسمة. شو كان أرقامه؟ الآ تساوي 693 والبي تساوي 154. تمام. نحط المقسوم مقسوم عليه باقي 693 154 والباقي. يلا قسم على الدرج. قديش 693 154 قديش فيها؟ 4. 4 ب4 16، 6 باليد 1. 4 ب25 1 21. 4 ب1 4 وفي 2 6. يلا نطرح. هون ما بتمشي الحال، بدها تستلف. هون 13 صارت وهون 8. 13 ناقص 6 7. 8 ناقص 1 7. 6 ناقص 6 0. إذن 77. 77. هلا بنحط 154 هون وال77 هون. منقسم. قلنا هاد نحنا مالنا فيه إذا بتتذكروا. 154 تقسيم 77 كم فيها؟ إذا لنقول 70 ضرب 2 140 2 تقريبا فيها. 2 ب7 14. 4 باليد 1. 2 ب7 14 وفي 1 15. اوف نفسه. صفر. معناتها هون شو بدنا نحط؟ صفر. صفر. قلنا شو هذا بيكون؟ القاسم المشترك الأكبر، لأنه ليش الباقي صفر. إذا جي سي دي لا 693 154 يساوي 77. طبعا أكيد القسمة أسرع من الطرح، لأنه القسمة عم تنزل يعني وينه التمرين؟ التمرين هاد كل هذا خطوات أكل طرح. ليش؟ لأنه إجباري عملية خوارزمية الطرح أقل من القسمة. قسمة بسطرين نحل. مفهومة هاي؟ هلا رح نروح على المثال الثاني نحله بالقسمة كمان. تساوي 175 والبي تساوي 380. يا المقسوم عليه الباقي. قد المقسوم؟ 380 مقسوم عليه 175 باقي ما بنعرف. عالدرج 380 175. طبعا ما عم يعرف انه 380 ليش حطيناه هون وهي ليش هون. نحنا شرحناه بالفيديو السابق. قلنا هون مقسوم، هون مقسوم عليه، هون ناتج، وهون الباقي اللي بتم. اذا هلا 380 كم 175 فيها؟ 380 كم 175 فيها؟ تنتين. لأنه إذا 170 ضرب 2، إذا 150 300 فما تم إلا تنتين. 2 ب5 10. 0 وباليد 1. 2 ضرب 7 14 وفي 1 15. 5 وباليد 1. 2 ضرب 1 2 وفي 1 3. إذا 350. 380 ناقص منه 350 30. شايفين السرعة كيف فيها؟ هديك قديش تمينا نطرح لو وصلنا ل30. هلا 175 وهون 30 كم فيها؟ 175 كم 30 فيها؟ إذا 3 ثلاثينات بصيروا 90 و4 ثلاثينات بصيروا 120. معناتها 5. 5 بصفر 0. 5 ب3 15. 175 ناقص 150 25. يا سلام. هلا بنحط 30 25. بلش يخلص.
30 هون، 25 هون. كم وحدة فيها؟ أكيد وحدة. 1 ضرب 25 25. شو تم؟ 5. معناتها هون 5. هاي 25 وهاي 5. 25 تقسيم 5. يعني هي أكيد 5. حطينا 5 ضرب 25 صفر، صح ولا لا؟ هون صفر الباقي. معناتها هذا هو الجي سي دي. جي سي دي لل 380 وال175 يساوي 5. أنا أوه، لا تقلي ما بين. لا حول الله. نرد بعيد. 380 و175 قسمنا ليك هون العملية. 380 و175. 380 كم 175 فيها 2. ضربنا 2 بال175، نشرها هيك اضربها هيك. صحيح. تمام. ضربناها طلع معنا 350. طرحنا صفى 30. حطينا 30 بالناتج. بعدين الكبير حطينا هون، الصغير هون. كمان ردينا قسمنا على الدرجة العادية. طلع معنا 25. فرزنا 30 أكبر من 25 حطينا هون 25. قسمنا طلع 5. حطينا الكبير هون، الصغير هون. 25 تقسيم 5 طلع معنا 0. ليك فجي سي دي ل 380 وال175 يساوي 5. هلا هي التمرين الثاني في تكملته للسؤال إذا بتتذكر، وقت طلع معنا 1 بالخوارزمية الطرح، بس هذا ما راح له لأنه نفسه راح يطلع 1 بده يعذب بالقسمة. يعني حليناه إنه ما بده هالشي الزايد، إنه أوليين. أما هلا راح نطلع على التمرين الأخير اللي هو شو كان؟ A تساوي 512 والبي تساوي 224. تمام. قلنا لكم هذا الأوليين ما راح نحله لأنه نفس الشي، يعني راح كل واحد راح يطلع مثل هلا. راح نحل هذا التمرين المثال المحلول الأخير اللي هو 512 الآ والبي 224. هلا هون مثل ما اتفقنا بالخوارزمية القسمة شو بنكتب؟ مقسوم عليه باقي. تمام. قد المقسوم؟ 512 المقسوم عليه 224 باقي ممنوع. يلا منقسم على الدرج. 512 224. 512 كم فيها 224؟ 2. ما في غيرهم. يلا نشور مثل ما قلت لك. 2 ضرب 4 8. 2 ضرب 2 4. 2 ضرب 2 4. 248. هلا 2 ناقص 8 ما بتزبط، بدها هون تستلف وهون بتصير 0. 12 ناقص 8 4. 4 ناقص 0 ما بتزبط، هون بتصير 10 وهي 4. 10 ناقص 4 6. 4 ناقص 4 صفرت، هي 64. يا جماعة سرعة مو طبيعية، هي أسرع من الخوارزمية الطرح بكتير. دغري طلعت 64. يلا بنفرز 224 64. منقسم كمان 224 64. 224 كم 64 فيها؟ إذا لنقول 60 ضرب 2 120 ضرب 3 صاروا 180. عندك أربعات ما في غير 3 تفكر فيها. هيك بتفكر انت، ما بدك هيك بتصير تجرب. 64 3 هيك طريقة. جرب هيك والله. 12 باليد 1 18 19 190. اذا حطيت فيهن 64 فوقهم بنتقطع، معناتها 3 اقصى حد. هيك بتفكر بتصير انت. يلا 3 ب4 12. 2 باليد 1. 3 ب6 18. 1 19. يلا اطرح 2. 4 ناقص 2 2. هون بتتدين، هون بتم 1. 12 ناقص 9 3. 1 ناقص 1 0. قديش صار؟ 32. يمكن هذا اللي بيطلع الجي سي دي. يلا 64 هون 32 هون، بلا هذا هو. يلا 64 تقسيم 32 قديش بضرب ب2؟ 4 6. صفر ولا لا؟ صفر. معناتها الجي سي دي لل 512 وال 224 يساوي 32.
GCD هون رح أعيد لأنه هون يمكن ما كان بين. GCD لل512 وال224 32 إن شاء الله يكونوا بينوا. عم ننسى الكاميرا مدري ليه. مهم هيك الأمثلة المحلولة كلها بتكون إن شاء الله خلصت، فما بتم منا إلا تستنونا لحتى ننزل مقطع عن حل اختبر فهمك وتدرب، وهيك بكون خالص الدرس كله بكل أفكاره إن شاء الله بالنسبة للنظري. وهي أمثلته المحلولة كلها، هي كل شي أمثلة محلولة بهذا الدرس. فإن شاء الله ما بتم علينا إلا اختبر نفسي وتدرب فقرة تدرب، وبيكون خالص هذا الدرس كاملا. وإن شاء الله يقدرنا إنه نتابع ونكمل حتى نخلص المنهاج كاملا. وبالتوفيق جميعا، وإن شاء الله نشوفكم بأعلى المراتب، وأنا رح أكون معكم للحصول على العلامة التامة أو الشبه التامة إن شاء الله. وإن شاء الله تام إذا مركز معي أنت وما عم تضيع ولا فكرة ولا تمرين وعم تكتب كل شي، فمو ناقصك شي للتام بإذن الله. وإن شاء الله بالتوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.